في الساعات الماضية انتشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ابن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يحمل السلاح وينضم للقتال في صفوف الجيش السوداني. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بكثافة، ما أثار إعجاب وفخر الشعب السوداني. وتجاوب المواطنون بالفخر والاعتزاز لرؤية ابن البرهان وهو ينضم لصفوف الجيش للدفاع عن السودان ومصالحه. وعلق العديد من المواطنين على الصور معبرين عن تقديرهم لتضحياته وعزمه على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وقد كتب أحد المغردين قائلا: ابن البرهان قائد الجيش يحمل السلاح للدفاع عن السودان والعرض والمال في مواجهة أوباش حميدتي والمحتلين. بينما آل دكلو قاموا بإرسال عوائلهم إلى الإمارات وبلاد الصقيع قبل انقلابهم، واتوا بالأطفال القُصّر والمرتزقة للقتال بدلا عنهم. وفي سياق آخر، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رفض الاتهامات التي أطلقها الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي بشأن التحالف مع قوات الدعم السريع، مؤكدة في بيان تمسكها برفض الحرب وعدم الانحياز لأي طرف. وكان مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا اتهم قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع الدعم السريع. ودعا في مقطع فيديو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى إقناع من وصفهم بحلفائكم في إشارة إلى الدعم السريع بالتوجه إلى معسكراتهم وتسليم أسلحتهم الثقيلة. وقال بيان الحرية والتغيير إن الفريق أول ركن العطا درج منذ بداية هذا الحرب على إرسال رسائل مباشرة وتوجيه اتهامات لقوى الحرية والتغيير بإشعال الحرب ومساندة الدعم السريع، وهي ادعاءات متكررة ومرصودة وظللنا نتجنب الرد عليه. لكن من الواضح أن عدم الرد قد أغرى الرجل أن يقذفنا بقوله المردود عليه. ووصف البيان مساعد قائد الجيش السوداني بأنه أخطأ التقدير بشأن انتهاء المعارك مع قوات الدعم السريع، مطالبا الفريق أول ياسر العطا بالخروج للناس ليعلن خطأ تقديراته وفشلها بعدما رفض النصح، عوضا عن الاستمرار في مهاجمة الحرية والتغيير وتحميلها مسؤولية حرب عملنا بجد لتجنب حدوثها وحذرنا من مخاطرها قبل اشتعالها بوقت طويل. واعتبرت قوى الحرية والتغيير تصريحات ياسر العطا تكرار بائس لدعاية فلول النظام البائد الذين أشعلوا هذه الحرب ويريدون أن يتخذوها مطية لتصفية قوى الثورة عبر سلاح الكذب والتضليل الممنهج. وفي إطار نفي الاتهامات، قالت قوى الحرية والتغيير إن تصريحات العطا تثبت خطورة تبعات انخراط المؤسسة العسكرية في السياسة، واعتبرت التصريحات تحول المؤسسة العسكرية لطرف سياسي ينخرط في تجاذبات السياسة والصراع على السلطة، وبالتالي يحيد بها عن قوميتها ومهنيتها. هذه التصريحات تثبت أهمية ما ظللنا ننادي به من ضرورة الوصول لجيش واحد مهني وقومي كشرط من شروط الاستقرار وإنهاء الحروب في السودان. وأضافت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أن استخدام العطا لخطابات المزايدة الخطيرة هذه لأسباب صغيرة للغاية تتعلق بالطموح الشخصي في قيادة جيش، واستغلال المؤسسة العسكرية لتحقيق غايات سلطوية خاصة عبر التماهي مع خطابات فلول النظام البائد وتبني أكاذيبهم. ورأت أن نهج الفريق ياسر العطا خطير للغاية ويزيد حالة الانقسام في البلاد ويضر بالمؤسسة العسكرية وبالدولة السودانية، ولذلك نحذر منه ونؤكد أننا سنتصدى له بحزم وقوة. واتهم البيان مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ياسر العطا بأنه أرسل إشارات غير لائقة ذات دلالات عنصرية واضحة في حق قادة الحركات المسلحة المشاركة في السلطة بموجب اتفاق سلام جوبا، بسبب إعلانهم عدم الانخراط مع أي من طرفي الحرب ودعوتهم لوقفها، فطالبهم بمراجعة وطنيتهم أو العودة للدولة الثانية التي أتوا منها.
بحسب تعبيره المؤسف المتماهي مع خطاب العنصرية البغيض. وختمت قوى الحرية والتغيير البيان مؤكدة أن تصريحات العطا لن تثنيها عن مواصلة جهودها لوقف الحرب والوصول لحل نهائي يخاطب جذور الأزمة، وتجعل من هذه الحرب آخر حروب السودان. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم تجمعات مدنية وسياسية ومهنية قد برز دورها بشكل كبير في فترة الاحتجاجات السودانية التي اندلعت نهاية عام 2018، واستمرت حتى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في إبريل عام 2019. وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكاني الأربعاء أن واشنطن على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية لفرض مزيد من العقوبات على طرفي الصراع في السودان. وقالت ستيكاني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWB من العاصمة البريطانية لندن إن بلادها فرضت بالفعل عقوبات اقتصادية وقيودا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة من قبل، ونفذت إجراءات محددة لتعزيز المساءلة عن الأفعال التي ارتكبها طرفا النزاع. وخلال يونيو الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات سودانية اتهمتها بتصعيد الصراع في البلاد، من بينها شركتان مرتبطتان بالجيش السوداني وشركتان مرتبطتان بقوات الدعم السريع. وعن الجهود الدولية الرامية لحل الصراع في السودان قالت ستيكاني إن واشنطن ستستمر في دعم الجهود الدبلوماسية الدولية المنسقة من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيقاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وشركاء آخرين من القرن الأفريقي والشرق الأوسط لإنهاء العنف على الفور. وأضافت تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق من الشهر الجاري، وأكد الوزيران التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني. ستيكاني أكدت أن الولايات المتحدة ترى أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وحثت طرفي الصراع على التحرك سريعا للتوصل إلى نهاية تفاوضية للأزمة. وعن مسار مفاوضات جدة التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة قالت إن واشنطن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمحادثات الرسمية في جدة لإنهاء القتال، لكن بشرط أن يظهر الطرفان التزامهما بموجب إعلان جدة.